عيد الأم، بما أنه بكرة عيد الأم تعالوا نحكي على هدايا عيد الأم. هلا نحن زمانات كنا نهدي لأمي طناجر، أغراض مطبخ، كهربائيات، فأنا كنت بستغرب إنه شو دخل عيد الأم بأغراض المطبخ، وكانت تفرح كتير. فهلا أنا صرت أم الحمد لله، وصرت أفرح عن جد بأغراض المطبخ كتير، وبحس أحلى شي لست البيت هني أغراض المطبخ بكل بساطة، لأني كل أم ما بتفكر بحالها ولا بتفكر بشو لازمة، بتفكر بس بمستلزمات البيت وبحاجات البيت والعائلة والأولاد. طبعا بهالمناسبة أنا مورجيكم الخلاط اللي اخترته، بيجي على شكل كاسة، ما بيجي خلاط على بريق كبير، لأن أحيانا العائلة كلهم ما بيشربوا بنفس العصير، فالحلو إن الواحد يعمل كوب لحال. المهم أنا هلا عم ساوي عصير ليمون بالنعناع، بما أنه الدنيا رمضان وهالعصير جدا مفيد ولذيذ للإفطار. طبعا الفيديو أنا كله عاملته بس مشان أذكركم أنه عن جد تهتموا بأمهاتكم، مو بس بيوم عيد الأم، بكل الأيام. الأم لما بتكبر بتصير مثل الصغير اللي بحاجة لاهتمام دائما وللتذكير أنه أنتوا بتحبون، يعني ضلوا حسسون أنه أنتوا بتحبون كل يوم. صدقوني الأم ما بتتعوض أبدا. هلا كانوا يحكوا لنا انه عن جد الواحد بيعرف قيمة امه كل ما بيكبر او لما بيتزوج، بس كل هالحكي مو صحيح. ما بتعرفوا بقيمة امكم لتفقدوها عن جد. وجود الأم بالحياة مثل كل النعم اللي عطانا إياها رب العالمين، ما بنحس بقيمتها لأن نفقد الشيء الغالي اللي كان موجود عنا. أنا بالنسبة لي بكل بساطة من لما توفت أمي الله يرحمها حسيت فقدت قطعة من روحي وضليت من غير وطن. اللي بيفهم شو معنى وطن رح يفهم حديثي مزبوط. وهلأ أنا كل يوم ودائما أمنيتي إني أشوفها بالمنام. تخيل إنه أمك قدامك وهلا عم تتخيل أو تتمنى تشوفها حتى بمنامك. الرحمة لأمي ولكل الأمهات المتوفين ولكل حدا أمه عايشة. عن جد عرفوا بقيمة أمكم، لأن الأم ما في منا، الأم وطن. روحتي وتركتيني يا نور عيني يا أنس ليلي، رحتي وتركتيني. من سواك يحضنني، من سواك يسترني، من